السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم في فيديو جديد على قناة أرتبورد. أنا زياد. أهلا بكم في أول فيديو في كورس أساسيات الإليستريتور للمبتدئين. كنا عاملين كورس البراندنج للمبتدئين، فقلت طب طالما كده كده مبتدئين بمبتدئين ما نعمل كورس أو كراش كورس كده، كورس سريع نتكلم فيه عن الإليستريتور. هنتكلم فيها شوية تولز، مش هيكون كورس تفصيلي، يعني هتكون بس عشان يبقى بداية إنك تخش تشوف الكورس بتاع البراند اللي أنت مهتم بيه. فمش هنشرح كل التولز، هنشرح بس تولز بسيطة، وبعد كده هنكمل باقي الكورس في تفاصيل تانية او في دروس تانية. الالستريتور بشكل عام بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في البراندنج والالستريشنز زي اللي انتم شايفينها كده، حاجات زي كده او زي كده، او في الانفو جراف. هو مينلي بيستخدم في حاجات البراندنج، في تصميم اللوجو، في تصميم الهويه، وهبخش في تصميم مثلا حاجات زي الحاجات اللي شايفينها، حاجات الانفوجراف، حاجات الالستريشنز زي كده. بترسم عليه الالستريشنز، انت مثلا عايز تحرك او انت هتخش موشن جرافيك، فانت بترسم الملفات على الالستريتور، بعد كده بتحركها او بتجهزها للتحريك على ملف الافتر افكت. فالالستريتور بشكل عام هيكون مركز معانا ان احنا نستخدمه في تصميم اللوجوز وتصميم البراندنج. فده هيكون كراش كورس كده نشرح فيه شويه تولز بسيطه، وبعد كده هنكمل باقي التولز في دروس مطوله شويه بتشرح التولز اكتر عن ما احنا هنشرحها دلوقتي. فخلونا نبدا. بمجرد ما انت تفتح الالستريتور، انا بشتغل على الالستريتور 2022، فبتفرق معايا نسخه هتشتغل عليها. اول ما تفتح الالستريتور طبعا انت بتلاقي عندك الواجهه دي، ده الملفات الشغل اللي انا كنت شغال عليها قبل كده، بتظهر هنا، بتظهر في الريسنت. انا يهمني بس اول ما تفتح ان انت هتلاقي الجزء بتاع اللوجو بتاع الالستريتور، وهتلاقي هنا فوق كلمه فايل، وهنا نيو فايل او اوبن. اوبن معناه ان انا هفتح فايل قديم كنت شغال عليه قبل كده. فايل نيو فايل او من فايل هنا، ده معناه ان انا هفتح فايل جديد او هفتح ارتبورد جديد. فخلينا ندوس نروح للفايل، نختار نيو، هتظهر لي البانل دي. لو انت بتستخدم فوتوشوب او عندك خلفيه عن الفوتوشوب هتعرف ان البانل بالنسبه لك مش هتكون فيها مشكله، فانت عارفها. لكن لو انت مش بتعرف فوتوشوب او اول مره تتعامل مع برامج ادوبي، فالبانل دي انت تحدد فيها حاجات مهمه جدا. في الفوتوشوب انت بتحدد فيها السايز بتاعك. احنا برضه بنحدد السايز في الفوتوشوب، احنا بنحدد الكالر مود. هنا الكالر مود في الغالب بيكون ثابت، بيكون ار جي بي. في الفوتوشوب بنخلي مثلا الريزولوشن 300 او 72 حسب المود اللي هتشتغل عليه. احنا هنا في الالستريتور بنشتغل على 72، لان اصلا ببساطه الالستريتور الحاجات دي مش بالبكسل. طب يعني ايه اصلا بيكسل؟ انا مش فاهم حاجه. زياد انت بتقول ايه؟ طب خلينا ندوس كده نعمل كرييت، وخلينا نفتح الفوتوشوب ونعمل مقارنه كده بسيطه. ببساطه انا عندي الفوتوشوب بيشتغل بحاجه اسمها البيكسل، والالستريتور بيشتغل بحاجه اسمها الفيكتور. خلينا مثلا كده نيجي نرسم هنا، نرسم مستطيل مثلا، خلينا نخلي اللون مثلا ده كده احمر، نيجي نعمل كده، مش عايزين ستروك. ادي فوتوشوب كمان فتح، نعمل فايل، نيو، كرييت، وخلينا برضه نرسم مستطيل وليكن كده مثلا. خلينا نرجع للإليستريتور. انا هجيب اداه الزوم واعمل زوم كده، الزوم، هفضل ازوم 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 ازوم. شايفين انا على زوم كام؟ انا على زوم 64000%، والحواف عندي حاده، مفيش فيه اي بيكسلز. طب خلينا كده نرجع للفوتوشوب، خلينا كده نجيب اداه الزوم برضو ونعمل زوم كده. شايفين؟ شايفين المربعات اللي ظهرت دي اسمها البيكسلز. البيكسلز دي معناها ان انا كده على زوم عالي قوي. فالالستريتور ما بيشتغلش بنظام البيكسلز اللي انتوا شايفينها دي، بيشتغل بنظام الفيكتور. عشان كده لما نيجي نشتغل لوجو بنشتغله على الالستريتور، مش بنشتغله على الفوتوشوب. طيب خلينا نرجع بقى كده، خلاص عرفنا ان الفوتوشوب بيشتغل بنظام البيكسل والالستريتور بيشتغل بنظام الفيكتور. طيب خلينا ندريب الجزء ده. احنا خلاص عرفنا نفتح ارتبورد ازاي. بنروح للفايل وبنعمل نيو. ممكن نقفل الملفات دي. اول ما انت بتفتح الستريتور وبتفتح ارت بورد جديد، بيفتح معاك بالشكل اللي انتم شايفينه ده، او بتظهر معاك الانترفيس دي. الانترفيس دي متقسمه لاجزاء. اول جزء عندي الجزء اللي هو ده اللي فيه التولز اللي احنا بنشتغل بيها، والجزء دي فيه حاجات بنستخدمها في ان هي بتساعدنا في التصميم، في التنسيق، في التوازن. هنشرح اللي هنبدا نشرحه من دلوقتي، والباقي هنكمله في باقي الكورس ان شاء الله. وعندي الجزء اللي فوق ده اللي هو في الفايل، الايديت، الاوبجكت، التايب، كل الحاجات دي هنتعرف لها. وعندي الجزء ده. خلينا نفتح كده اول حاجه، بسم الله الرحمن الرحيم. انت اول ما تخش على الستريتور هو بيدخلك على اداه الموف. اداه الموف دي اللي هي اول سهم كده هتلاقيه قدامك، الشورت كات بتاعها حرف الفي. هو اصلا بص هنا اصلا بيشرح لك ازاي اصلا التول بتشتغل. فخلينا نشرح كده، مثلا نختار المربع ونرسم مثلا مربع. لو انا عايز مثلا احرك المستطيل ده، فانا بحركه باداه الموف، بسيطه تحريك يعني موف. فانا اجيب اداه الموف اللي هو السهم الاسود ده، وابتدي مثلا اجيبه كده
اجيبه كده، اجيبه كده، اجيبه كده. فخلاص كده انا عرفت انا عايز احرك اي حاجه جوه الالستريتور بجيب اداه الموف والشورت كات بتاعها حرف الفي. دي اول اداه. بعد كده عندنا الشيبز. زي ما انتم شايفين في الشرح بتاع الالستريتور الشيبز اصلا من اسمها برسم بيها شيب. فمثلا عندي خلينا نجيب مثلا الشكل الريكتانجل ده ونيجي نرسم كده مثلا. ده كده رسمت مستطيل. طب لو انا عايز ارسم مربع بدوس شيفت بلاقيه يرسم لي مربع. طب خلينا نمسح المستطيل ده ونشوف عندنا اشكال ايه تاني. لو شايفين خدتوا بالكم في سهم ابيض كده صغير جنب المربع ده، فانا لو دوست كده دوس مطوله هلاقي ظهر لي البانل دي. عندي هنا الدايره وعندي البوليجون وعندي الستار. دايره برسم بيها دايره بدوس شيفت وارسم دايره عادي خالص. طب لما دوست الشيفت خلينا كده نجيب كده ولما برسم شكل بيضاوي عادي. بعد كده انا من غير شيفت برسم شكل بيضاوي وادوس شيفت برسم دايره منتظمه. تمام. عندنا ايه تاني؟ عندنا هنا بعد كده الشكل اللي هو البوليجون، شكل سداسي زي ما انتم شايفين. طيب بمجرد انا اصلا بمسك اداه الموف وبقف كده لما بحدد العنصر بلاقي فيه كده زي مستطيل او فيه حواف ظهرت لي. دي بتعمل ايه؟ لو جينا مثلا مسكنا هنا عند الزاويه دي شايفين شكل الماوس اصلا بيتغير. لو جيت عملت كده فهلاقيه بيصغر لي بس بطريقه او بنظم غير منتظمه، يعني بيعمل تشوه في الشكل السداسي. فانا عشان احافظ على الشكل بتاعي او الابعاد بتاعتي بدوس شيفت. فبدوس شيفت بلاقيه فبيكبر لي ويصغر لي زي ما انتم شايفين كده بشكل منتظم. وفي نفس الوقت لو في نفس الزاويه لو انا جيت كده لبره ورحت جاي كده بقى شايفين شكل السهم بيبقى زي نص دايره. فده معناه ان انا ممكن اعمل روتيشن للشكل بتاعي زي ما انتم شايفين كده. كنترول زد. لو انا عايز الفه بشكل منتظم بدوس شيفت وابتدي الف مثلا كده. شايفين هو بيلف معايا بشكل منتظم بزاويه معلومه. خلينا نرجع كده زي ما كنا. نفس الفكره هنا في المستطيل برضو بس هنا الحواف بتاعتي ظاهرين اهي شايفين. فممكن مثلا ايه اكبر الجزء ده كده مثلا او اصغره كده او كده. نفس الموضوع بالنسبه للدايره، يا اما مثلا ايه اصغرها كده او اعملها كده. نفتح الاجزاء دي ونكبر كده نجيب ده نشرح عليه حاجه. هنا كده نعمل زوم. شايفين لما باجي اقف على الشكل المستطيل شايفين هنا في 4 نقط او شويه نقط كده ايه 6 نقط. ادي 3 هنا وفي 3 هنا. النقط دي ايه؟ النقط دي اسمها انكر بوينت. انكر بوينت دي معناها ايه؟ هنا نجيب كده الاداه اللي بعديها اللي هي السهم الابيض. لو جينا السهم الابيض جينا مثلا كنا احنا واقفين على اداه على جزء واحد بس من التسعه او من ال8 نقط ورحت عامل كده مثلا. شايفين فبيديني الحريه او بيديني الامكانيه ان انا احرك في نقطه واحده من ال4 اشكال. انا ممكن مثلا كده اعمل هنا كده ده واروح مثلا جايب النقطه دي. شايفين ببتدي اعدل في المستطيل او في الاضلاع بتاعه المستطيل زي ما انتم شايفين كده كده. تمام. الاداه دي اسمها دايركت سelection والشورت كات بتاعها حرف ايه. يبقى احنا كده عرفنا اداه الموف وعرفنا اداه الدايركت سelection. طيب خلينا نرجع كما كنا. لو انا عايز ارجع في حاجه عملت حاجه وعايز ارجع كنترول زد 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 فانا رجعت زي ما انا عايز. طب خلاص كده انا عرفت ان انا لو عايز اكبر او اصغر بقف على الزاويه وادوس كده. طبعا انا داس شيفت والت. لو دوست شيفت هلاقيه بيثبت لي الجزء ده وبيصغر من الناحيه دي. طب لو دوست الت هلاقيه هيثبت لي الجزء في النص وهيصغر لي من الجوانب. بصوا شايفين الفرق لحد هنا؟ تمام. هنا نخش على الاداء اللي بعديها وهي اداه سهله جدا وهي اداه الكتابه. لو فرضا بس نصغر ده شويه بس نغير اللون بتاعه عشان الاحمر ده تعب لي عينيا خالص. كده مثلا ادي الكتابه حرف التي في الكيبورد او ان هي الشورت كات بتاعتها اهو حرف تي وتحته سهم. فهاجي كده واعمل كليك فهلاقيه هو دايركت كتب لي نص عشوائي. مثلا نكتب هنا ايه تيست لوجو. تمام. بعد كده بخرج زي اما بدوس اسكيب من الكيبورد يا اما باجي على الحرف بقف على داتا الموف. انا عايز بقى اكبر واصغر الكلام ده. فزي ما انتم شايفين في هنا عندي 6 نقط بتوعي فبقف كده هنا وبدوس شيفت
لو انت مثلا بتتعامل مع الوورد او بتتعامل مع الباوربوينت او انت اي برنامج في كتاب، فانت في الغالب بتبقى عارف ان النص او الكتابه بيبقى لها خطوط معينه. احنا ممكن نجيب الجزء ده ونشرح الخطوط. طيب دلوقتي خلاص كتبنا الكلمه بتاعتنا، هتبقى نغير الخط بتاعنا. شايفين الجزء اللي فوق ده كله خاص بالخط. مثلا نيجي نغير الخط بتاعه بقى كده على السهم ده، وابتدي اشوف انا عندي ايه خطوط في الاستريتور مثبتها او في البرنامج. مثلا هنا مثلا نشوف الخط وليكن ده مثلا، نصغره كده مثلا، نحرك. بعدين نجيب الجزئين دول نحطهم كده في الارت بورد، في نص الارت بورد كده. نرجع تاني للشكل. الشكل عندي بيبقى له خاصيتين، يا اما فيل يا اما ستروك. يعني ايه الكلام ده؟ طب خلينا ناخد كوبي من المستطيل ده. هاخد كوبي ازاي؟ هعمل الت، اقف كده عليه واعمل الت. شايفين مجرد ما بدوس الت بلاقي في سهم ابيض ظهر لي، ابتدي ادوس كده. انا عندي ادي الفيل اهو. الستروك ده خلينا نحول الستروك. شايفين الجزء اللي فوق ده عندي ده الفيل، ده الستروك كده فيه خط كده، جزء ابيض عليه خط. خلينا نيجي مثلا نعمل كده، نختار مثلا لون اخضر، وخلينا نكبر شويه الستروك، خلينا نخليه لون مختلف وليكن كده مثلا. شايفين ده الستروك وفيل، وده الفيل بس. احنا ممكن مثلا نخلي ده فيل بس، ونيجي هنا ونعمل كده. طيب لو انا عندي لون فيل وعايز اخليه ستروك، باجي هنا فين السهم ده واعمل كده، فهلاقيه عمل لي الستروك الفيل ستروك. والعكس لو انا عايز الستروك اخليه فيل، برضو شيفت واكس، او باجي هنا. يبقى انا عشان احول الستروك لفيل او الفيل ستروك، يا اما باجي هنا مثلا واروح عاكس، يا اما بعمل شيفت واكس. ده بالنسبه للاشكال. خلينا نمسح الجزء ده ونمسح الجزء ده ونمسح الجزء ده، وهنشرح اداه مهمه جدا جدا وهي اداه الشيب بيلدر. خلينا مثلا نيجي نرسم دايرتين، انا عايزهم فيل، عايز ستروك وليكن كده مثلا. خلينا مثلا نيجي نرسم دايره كده، وناخد منها واحده كمان، ونروح مخلين دي مثلا لون مختلف. هاجي هنا واخليها مثلا لون ازرق. قبل ما نشرح الاداه خلينا نشرح حاجه ثانيه. خلينا مثلا نجيب الدايرتين دول كده فوق بعض، ونعمل كده مثلا. شايفين كده الدايرتين موجودين بس فيهم واحده فوق الثانيه. طب انا عايز ارجعها لورا شويه او عايز اخلي دي تظهر. بكل بساطه باجي هنا، كليك يمين، ارينج، سوري ارينج، وبعملها فرونت، تيجي قدام. او تاني اهو، كليك يمين، ارينج، فرونت. او ان انا باجي هنا كليك يمين على الجزء الامامي، ارينج، باك. او مثلا ان انا باجي هنا على الجزء ده واعمل كنترول شيفت ودال، فلاقي جت لفوق، كنترول شيفت جيم فلاقيها رجعت لي ورا. حاول تحفظ الاختصارات دي، بتسهل من سرعه من شغلك وتخليك اسرع وبتخليك اكتر بروفيشنال، لانك انت لما بتستخدم شورت كات بتخليك سريع محترف، بتسهل عليك الدنيا، ما تاخدش منك وقت وكده. طيب خلاص، نيجي بقى كده مثلا. فرض ان انا عايز اخلي الدايرتين دول قصاد بعض فوق، بعمل كده سيلكت الاثنين، باجي في مكان فاضي كده واسحب، فهلاقي عامل زي سelection، وهلاقي فوق ظهر لي كده زي كده حاجات زي ما انتم شايفين كده، مش فاهمين هي ايه دي. طب الحاجات دي اسمها الاين، بتساعدني ان انا اعمل الاين للجزئين مع بعضهم. خلينا مثلا نعمل كده، فلاقيه عمل لي الاثنين قصاد بعض بالظبط. خلينا نعمل كده، هلاقيه عمل لي الاثنين كأن الاثنين جزء واحد بالظبط. فلو جينا عملنا كده كنترول شيفت جيم، هلاقيها رجعت ورا. فاهمين؟ فده جزء الالاينمنت. ده كده بالنسبه لجزء الالاينمنت. فكده بيعمل لي اثنين الاين مع بعض هوريزونتال، وكده بيعمل لي اثنين الاين مع بعض فيرتيكال. ممكن مثلا كده، اللي انا عايز اخلي الاثنين كده الاين مثلا تو رايت او تو ليفت، باجي اعمل كده واعمل كده، او كنترول زد واعمل كده واعمل كده، كنترول زد. طيب خلينا مثلا نيجي نعمل كده، ناخد كوبي من الدايره دي كده مثلا، وناخد كوبي من الدايره دي مثلا. خلينا نعمل كده شكل، نطورهم كده بشكل عشوائي ونغير الوانهم. مثلا دي كده ودي كده. لو انت شغال حصل معاك اللي انت شايفه قدامك ده، لقيت لون واحد بس هو اللي ظاهر والالوان الثانيه هي اللي بهتانه، ولقيت الجزء اللي فوق ده، فانت كده عامل ايزوليشن للجزء ده بس، انت كده شغال على الجزء ده. فانت بتيجي هنا تعمل كليك كده. خلينا نيجي نعمل كده، نسلكت كل الدايره دي مع بعضنا، ونيجي مثلا نعمل كده، نخليهم الاين مع بعضيهم فيرتيكال. نعمل كده. شايفين هنا انا عايز اخلي السبيسز دي واحده ما بينهم هم الاربعه، اجي اعمل كده، فباجي هنا كده عند الجزء ده واروح اعمل كده،
هلاقيه دايركت عمل لي نفس السبيسز هنا بقت واحده. نفس الموضوع هاجي اعمل كده 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 مثلا. نصغر شويه. انا بصغر ازاي؟ بكبر ازاي الارت بورد؟ كنترول وماينس بصغر، كنترول بلس بكبر، كنترول وزيرو بجيب الارت بورد كله. نعمل كده مثلا، نروح عاملين كده منهم كلهم قاعدين مع بعضهم هوريزونتال، ونروح عاملين كده مع بعض فلاقيهم ظبطهم لي. ده كده بالنسبه لي الموضوع الالاينمنت. والالاينمنت مهم جدا جدا، خصوصا لما تيجي تصمم لوجو بيكون الالاينمنت مهم جدا جدا. طيب خلينا نمسح الدايرتين دول. انا مش عايز غير الاثنين دول بس، خلينا نحط الاثنين كده جنب بعض، وكنترول وبلس كده مثلا، وهعمل الاثنين مع بعضهم كده الاين مع بعض فيرتيكال، واجي اعمل كده. شايفين هنا؟ شايفين في زي ما يكون في خط كده، خط كده لونه لبني فاصل بين الاثنين. انا بقى هجيب اداه الشيب بيلدر تول اللي هي دي، او شيفت وام. دي يبقى هي يا اما هنا يا اما الشورت بتاعها شيفت وام. خلينا كده نقف كده نشوف اصلا الستيب بيقول لنا ايه. شايفين هو بيقول لنا على ايه؟ ان انا بعمل ميرج للاشكال مع بعضها. طيب هنا نشوف الكلام ده عملي. لو انا مثلا عايز اخلي الاثنين دول شكل واحد، اروح عامل كده. هو اصلا شايفين في سهم، اروح عامل كده. خلاص كده الاثنين بقوا شبه واحد بنفس اللون. كنترول زي اهو، شيفت وام، واروح عامل كده. كده الاثنين بقوا شبه واحد. طيب كنترول زد تاني. لو انا جيت هنا شيفت وام شيب بيلدر تول، شايفين هنا بيظلل لي على اجزاء. طب لو جينا مثلا كده واحنا عاملين دايسين الت واحنا عاملين كده، فمسح لي جزء من الشكلين، خد لي الجزء اللي في النص هنا، وساب لي الجزء ده واحده اهو، الجزء ده وحده اهو. كنترول زد، كنترول زد تاني اهو كده، وبشوف تو ام وباجي اروح مثلا عامل مسح الجزء ده مثلا زي ما انتم شايفين. فبقى عندي الجزء ده اهو جوه الجزء الدايره اللي هو هنا. والاداه دي مهمه جدا جدا جدا، تكاد تكون بالنسبه لي يعني انا كزي مثلا اكتر ده بستخدمها في الاستريتور هي الشيب بيلدر تول، سواء لما بشتغل في الاستريشن او لما باجي مثلا اعمل لوجو. كنترول زد تاني. فانا برضه مثلا خلينا مثلا نرسم مستطيل مثلا كده، وخلينا مثلا نجيب الدايره دي. عايزين نطلع الدايره فوق، خلاص احنا عرفنا كنترول شيفت ودال. تمام كده مثلا. لو انا مثلا عايز اخلي الجزء الدايره ده او الجزء اللي هو ده نخليه هو جوه المستطيل، فبجيب الشيب بيلدر تول واروح عامل الت، ادوس الت واروح عامل كده فالاقيه مسح لي الجزء ده. طيب كنترول زد، كنترول زد تاني، نمسح المره دي المستطيل ونمسح الجزء ده. مثلا نجيب البتاع ده او الدايره. لو انا عايز ارسم الدايره دي اربع ارباع بالظبط، هرسمها ازاي؟ هاجي هنا على الشيب، دوس مطوله، واجيب اخر حاجه اللي هي اللاين، واروح راسم لاين كده. انا دايس شيفت عشان يطلع خط مستقيم كده كده. يعني هو اصلا البتاع ظاهر، اللاين ظاهر، بس هو ملوش لا فيل ولا ستروك. فانا مثلا هاجي هنا واعمل له مثلا فيل ستروك سوري، وهجيب اللاين واجي هنا برده هنا اسحب كده وانا دايس على الشيفت، واروح محدد الاثنين مع بعضيهم واخليهم الاين مع بعض فيرتيكال وهوريزونتال، واروح عامل كده. واروح جايب الشيب بيلدر تول شيفت وام، وابتدي مثلا امسح الاجزاء دي لو مش انا عايزها. كده بقى عندي ربع، كنترول زد كنترول زد كنترول زد. او انا مثلا عايز اقسمها شيفت وام واعمل كده كليك. طب كنترول زد تاني. ليه انا لما جيت هنا رحت عامل كده؟ ليه هو مسح لي الجزء ده؟ لا هو ما مسحوش، هو انت اصلا عندك الشيب بيلدر تول الجزء اللي الفيل اللي فيها اصلا ما فيش فيل. احنا خلينا نرجع هنا كنترول زد، ونيجي نخلي الفيل مثلا باللون الاخضر ده، ونخلي الستروك مش عايزين ستروك. فنروح مثلا نيجي نروح عاملين كده، شايفين؟ مثلا نغير تاني نخليه لون كده، شايفين اهو كده مثلا. ما غيرليش اللون ده، ما غيرتهوش اهو. فبقى كده بقى عندي الدايره اهي، امسح الاجزاء دي بحدده بقى ديليت. عندي ادي اربع زي ما انتم شايفين. يبقى الشيب بيلدر تول بستخدمها في ان انا بقطع الاشكال مع بعضها، او ان انا بكل بساطه شيفت ام بمرجها مع بعضها. طيب خلينا نشوف تطبيق عملي على اداه الشيب بيلدر تول. انا اخلي اللون ده لون اسود، تمام، واخد من دي كوبي. احنا قلنا كوبي ازاي؟ الت ودراج، تمام، واجي كده اعملهم كده مع بعضيهم. مثلا نعمل كده ونعمل كده، نحدد الاثنين مع بعضيهم ونجيب الشيب بيلدر تول. بس ممكن نطلعها شويه كده مثلا. شيب بيلدر تول شيفت وام، او انا بجيبها من هنا
وبعد كده ابتدي اروح اعمل الجزء ده واعمل زي هلال كده، تمام، واروح جاي نفس الدايره برده اقف كده هنا دوسه مطوله، واجيب الشيب بيلدر تول، سوري، ارسم دايره واخد منها كوبي الت ودراج، واحدد الاثنين دول مع بعضيهم شيفت و الت واسحب كده لتحت وده عشان يطلع لي الاثنين مع بعضيهم. شايفين الخط البنفسجي اللي ظاهر ده اسمه سمارت جايد، ده كده بيقول لي ان حواف الدوائر دي كلها ملموسه مع بعضيها. لو جيت عملت حاجه اسمها كنترول و واي هلاقي الخطوط بتاعه الدوائر، شايفين الخطوط كلها مع بعضها متلامسه مع بعضها. كنترول زيرو نزوم تاني هنا، كنترول واي تاني ترجع تاني، واحدد الاربع دوائر دول واجيب الشيب بيلدر تول، والمره دي انا هجيب الجزء في النص الفاضي. فين الجزء الفاضي ده؟ ده معناه ان طالما الاربع دايرات الدوائر لامسين بعض معناه كده ان هنا في جزء ممكن ارسمه عادي. مثلا نجيب لون مختلف وليكن كده الازرق ده، نيجي نعمل كده فهلاقي رسم لي الجزء اللي انتوا شايفينه ده. فخلينا نفتح الدوائر دي، فعندي زي مثلا زي كانها نجمه كده، ممكن نخليها باللون الاسود واجي اروح مصغرها كده، تمام، واخد منها كوبي واصغره شويه، منها كوبي كمان الت ودراج واصغرها كده مثلا اخليها كده، واروح جايب دول مع بعضهم احطهم كده ايه، ممكن نخليهم هنا وليكن كده مثلا، كنترول زيرو، واجي اجيب آلة الكتابة اللي هي من هنا او تي في الكيبورد، ممكن مثلا مون لايت، نكبره شوية، باجي آلة الموف والت وشيفت واكبر كده واحطه كده هنا مثلا. بالنسبة لي ده ينفع لوب بصوتية عامة، اديك عملت اول لوب في حياتك. فطبعا الموضوع مش بالسهوله انت متخيلها دي، في بتبقى بروسس كبيره قبلها، في بحث وسيرش ومود بورد وليله سعادتك. بس ده يعني بشكل توضيحي للاستخدام بتاع بتاع الشيب بيلدر. كده خلاص فهمنا يعني، كده خلاص انت ايه معاك اول تولز، معاك اداه الموف، عرفنا الموف، عرفنا الدايركت سelection تول، عرفنا الاشكال، عرفنا اللاينز، عرفنا ازاي بنكتب، ازاي بنغير الالوان، ازاي بنغير نوع الخط. يبقى كل الحاجات اللي احنا شرحناها دي تقريبا الكورس البراندنج اللي شرحناه ما هيتلاقي فيه مثلا ثلاث اربع ادوات زياده عن كل التولز اللي احنا شرحناها دي. بس مهم جدا انك انت تطبق، يعني انت ممكن مثلا الفيديو مثلا يكون طويل، انا مش عارف بصراحه الفيديو هيخلص معانا على كام دقيقه، او ممكن مثلا تخش الساعه او يكسر الساعه. فانت حاول انك انت تاخد جزء وتطبق، تاخد جزء وتطبق، تاخد جزء وتطبق، بحيث انك انت لما تروح تشوف كورس البراندنج برضه هتشوف وتطبق. التطبيق مهم جدا جدا جدا. كونك انت بتطبق انت بتثبت المعلومه في دماغك، لكن لو انت هتشوف الفيديو من غير ما تطبق مثلا هتاخد مثلا من الفيديو 20% 25% من الكورس كله. لكن التطبيق مهم جدا جدا لان بيمرن ايدك وبيمرن عقلك. انت ممكن تشوف الفيديو تقول حاجات سهله جدا بس تيجي تطبق تلاقي حاجات وقعت منك. فحاول تشوف الفيديو وتطبق. خلينا ناخد كوبي من الجزء ده كده، نحركه الاول كده شويه، ناخد منه كوبي الت ودراج. خلينا مثلا نغير اللون ده، نخليه مثلا كله باللون ده. لو انا عايز اللون ده، لو مثلا انا عندي جايب مثلا لون من بره واخد سكرين شوت من اي حاجه وعايز اخد درجه اللون دي، اخدها ازاي؟ فمثلا نقف كده على الجزء ده او المستطيل ده اللي هو نص الهلال، ونروح نجيب اداه الاي دروبر. الاي دروبر هي اهي زي ما انتم شايفين الجزء ده اهو، اصلا شايفين اصلا الاستوديو بيشرح ازاي اهو. هجيب الاداه دي واجي انا واقف محددها، اروح واقف اعمل كده فلاقيه دايركت خد لي الكلر تاني. تاني كنترول زد، انا عايز اللون ده يبقى هنا، محدد الشكل بتاعي، اجيب الاي دروبر واروح اعمل كده. كده انا خلاص خدت اللون بتاعي. فلو انا مثلا جايب كلر باليت من على موقع من المواقع بتاعت الالوان وعايز اخدها، باخدها بالطريقه دي. مثلا لو انا واخدها سكرين شوت ولو انا واخدها هيكس كود بيبقى لها موضوع تاني، ممكن في الدروس بتاعت البراندنج تفهم اكثر عن الهيكس كود، تحديدا في الكورس في الفيديو، تحديدا في الفيديو بتاع البرزنتيشن بتاع اللوجو بتاع الما او بتاع امارلس. انا زي ما قلت لكم هنا ده مش كورس للستريتور، مش كورس كامل، بس بنشرح كراش كورس كده، كورس سريع بنشرح فيه كام تولز بحيث انك انت عايز ترجع تشوف كورس البراندنج تبقى انت عارف التولز، عارف البرنامج بيشتغل ازاي وتبدا تطبق معاه. طيب خلينا نمسح كل الاشكال دي كده، نمسح الاشكال دي ونمسح ده، وعايزين بس التكست كنترول و بلس نكبر شويه. شايفين التكست ده عباره عن تكست، اللي انا بقوله ده تكست عباره عن تكست. يلا ما علينا. لو انا عايز احول التكست ده لشيب العب فيه،
يعني مثلا عايزين نغير ده، ما نخلوش مثلا شيب، نخليه يعني مثلا انا لو عايز امسك حرف الام لوحده مش هعرف. طيب هاجي اعمل كده كليك يمين، اقف عليه كليك يمين واعمل له كرييت اوت لاين، او كنترول زد كنترول شيفت او. يبقى عشان انا احول التكست لشيب بدوس له كرييت اوت لاين، يا اما بدوس كليك يمين كنترول زد كرييت اوت لاين، او انا كنترول زد كنترول شيفت او. انا دايما بحب اشتغل بالاختصارات عشان بتريحني وبتسرعني اكتر. طيب خلاص كده عملنا له كرييت اوت لاين بقى عباره عن شيب. طب بس برضه مش عارف امسك الحروف لوحدها، ده لانها جروب. جروب يعني جروب. طب خلينا نركن ده كده على جنب. مثلا نرسم دايره شيفت كده، نرسم مثلا كده. لان انا كده عايز احرك، عايز اخلي الاثنين دول جزء واحد. يعني مثلا انا اجي احرك ده اتحرك ده معاه، مش كل مره مثلا اجي اروح اعمل كده كنترول زد باجي كده احدد الاثنين، كليك يمين اعمل له جروب، هلاقي ان الاثنين بقوا نفس الشيب. حتى لو مثلا جيت اديته لون هلاقي اللون بياخدوا الاثنين. كنترول زد اهو. طب لو انا عايز افك الجروب ده كليك يمين ان جروب. طيب انا عايز اعمل جروب كليك يمين اعمل جروب، لا انا هعمل كليك يمين كنترول و جي. طب انا عايز اعملها جروب كنترول شيفت جي. تمام. ديليت دول. يبقى كده خلاص انا فهمت ان دول جروب عشان ابتدي احرك الحروف وبعمل كليك يمين واعمل ان جروب. زي ما انتم شايفين خلاص بقى عندي الحروف كلها اهي، ممكن ابتدي اغير او اعدل فيها. طب الجزء ده بينفعني في ايه يا عم زياد؟ ليه اصلا انا العب احول التكست احوله اوت لاين وابتدي اعدل فيه؟ لان في لوجو بتبقى عباره عن نص بس، هو بيبقى مثلا انا واخد اللوجو ومعدل فيه. يعني مثلا ممكن مثلا نيجي هنا، فاكرين الدايركت سelection تول اللي شرحناها اول تول، تاني تول التول اللي هي دي. نجيب مثلا التول دي كده، مثلا نروح مثلا جايبين هنا، نروح عاملين محددين كل الانكر بوينتس اللي هنا، ونروح جايبينها كده مثلا كنترول زيرو زي ما انتم شايفين. او مثلا ممكن اروح مثلا ايه، واخد كده من نفس الدايركت سelection تول واروح عامل كده، بس كده كده بقى شكلها رايح ناحيه الار اكتر. كنترول زد. فاهمين؟ فده الفكره من ان انا بحول التكست لاوت لاين كده، ببتدي اعدل في التكست او ابتدي اعدل في النص بتاعي، عشان ممكن انا يبقى هو التكست زي ما هو بس انا اطلع منه لوجو، يبقى اللوجو عباره عن وورد مارك بس، ما يبقالوش ايقونه. واحنا كنا شرحنا النوع بتاع الوورد مارك في اللوجو بتاع امارلس، ممكن ترجع له، بس ما كانش انجلش، كان عباره عن تعريب برضو، هيفيدك اكتر وهتفهم اكتر بالتحديد احنا ليه بنعمل كريت اوت لاين. ممكن ترجع تشوف الفيديو بتاع امارلس او تشوف الكورس كله، هتفهم احنا ليه بنعمل الجزء ده. طب كده خلاص عرفنا ان احنا لو عايزين نحول التكست لشيب بنعمل له كرييت اوت لاين. احنا كده شرحنا داتا الموف، الدايركت سelection تول، الاشكال بكل انواعها سواء كانت دايره مربع مستطيل، شرحنا الاي دروبر، شرحنا ازاي بنعمل كرييت اوت لاين، شرحنا ازاي بنعمل تكست وازاي بنغير في خاصيه التكست الخط بتاعه. كنترول وزيرو او بلاش كنترول زيرو، خلينا نمسح كل الاشكال دي. فاضل اداه مهمه جدا وهتفرق معاك جدا جدا، هي البين تول. البين تول بتعمل بيها كل حاجه حرفيا. حرفيا بتعمل بيها كل حاجه، بترسم بيها، بتمسح بيها، بتحدد بيها في الفوتوشوب حتى. البين تول اداه مهمه جدا جدا. اداه البين تول اهي، ثالث اداه. خلينا مثلا نعمل كده، فبتبقى زي ما انتم شايفين كده في قلم وفي عليه نجمه. فخلينا مثلا نعمل كده. شايفين الجزء اللي انا عملته ده اسمه انكر بوينت. فاكرين شايفين الانكر بوينت في الاول خالص؟ لو مثلا جيت عملت كده، ممكن مثلا زي ما انتم شايفين ارسم خط كده، اهو ده شيفت، واروح اعمل كده، واروح اعمل. شايفين السمارت جايد بيفيدني ازاي؟ واروح اعمل كده، واروح اعمل كده. لو انت السمارت جايد مش شغال عندك هتروح للفيو وتفعل السمارت جايدز. طيب ده مثلا الشكل المستطيل. طب ايه بقى اي حاجه تانيه في البين تول؟ بترسم كيرفات. لو مثلا جيت البين تول ورحت عامل كده، رحت ساحب خط، قبل ما اسيب ايدي من على الماوس ببتدي اعمل كده، شايفين؟ فبتبتدي يرسم معاي اشكال اهو، شايفين؟ بعمل شكل كده. ولو دوست شيفت اكس هلاقيه بيرسم لي ستروك بس. طيب لو مثلا جيت عملت كده مثلا، دوست انتر، انا خلاص خلاص طلعت من الستروك بتاع رسمه ستروك. ممكن لما كده اعمل كنترول اكس يرسم لي نص دايره او نص دايرتين مع بعضهم، كنترول اكس تاني، كنترول اكس. تمام زي ما انتم شايفين كده. طب لو انا عايز اعدل في الاجزاء بقى دي، بجيب بقى دايركت سelection تول واروح اعمل بقى في كده. شايفين الجزء اللي ظهر لي الدراع ده اسمه هاندل. الهاندل ده بيتحكم لي في الكيرفات بتاعه الستريشن بتاعي. مثلا جيت عملت كده، شايفين؟ ببتدي اعدل في الجزء بتاعي زي ما انا عايز، زي ما انا حابب. مثلا كده. طيب كنترول زد او زي ما احنا تاني نجيب البين تول من حرف البي في الكيبورد وابتدي اعمل كده،
مثلا اعمل كده. لو انا بقى عايز ارسم اخلي ده خط مستقيم، يعني مثلا أنا نرسم نص دايره كده مثلا. لو انا عايز اخلي الخط ده خط مستقيم مش عايزه يجي لي الكيرف ده، باجي هنا واروح اعمل كده، فالاقيه شال لي الهاندل الثانيه، فبقى بالنسبه لي ان اجي اعمل شيفت واروح اعمل كده. تمام. ونروح مثلا عاملين كده كده مثلا، ونروح مثلا جايين هنا ونروح عاملين كده. ونقول مثلا ايه، لو انا مثلا دلوقتي خلاص بقى انا عايز اقفل بقى الجزء بتاعي، ودي مثلا اقفله كده. ايه المعلقه اللي انا راسمها دي؟ كنترول زد. مثلا اجي هنا واروح مثلا ايه، شايفين في دايره كده ظاهره لي صغيره، ده معناه ان ده قفل الشيب بتاعي. انا دلوقتي هتعمل كده خلاص، فده بقى شيب بالنسبه لي. ممكن بقى اروح ايه اعمله كده، شيفت اكس. كده انا خلاص حولت الشيب الستروك بتاعي للشيب. فده معناه ان انا ممكن استخدم البين توب في ان انا ارسم. طب دي بطبقها ازاي؟ مثلا بتعرف ترسم سكتشات، مثلا انا هرسم لوجو على سكتش، وبعد ما خلصت السكتش بتاعي عايز ادخله بقى ادخله ارسمه فيكتور. بروح من بعد ما بخلص سكتش بروح مصوره ورافعه على الستريتور وجايبه حاطه بصوره وابتدي امشي عليه. طب ازاي اصلا انا بجيب صوره من بره احطها في الالستريتور كنترول زيرو. بكل بساطه بروح الكمبيوتر بتاعي او الفايل اللي فيه الصوره كده مثلا، وابتدي مثلا اجيب مثلا الصوره، وليكن مثلا الصوره دي، واعمل لها اسحبها كده واحطها على الالستريتور ارت بورد بتاعي بس. ممكن اكبرها شويه، ممكن بقى ابتدي ارسم عليها. طيب حلو جدا. طب انا طالما هرسم عليها يبقى انا هجيب بين تول وابتدي اشتغل عليها كده مثلا عشان تريحني في الشغل. بقفل اللاير دي، بقفلها يعني ايه؟ بقفلها يعني بخلي الاداه الموف مش شايفاها، بحيث ان انا ما اقدرش احركها. فبقول كنترول و 2. شايفين معنى اهو الصوره موجوده بس انا مش قادر اتحكم فيها، اتقفلت خلاص، ما بقتش حاجه اقدر اشوفها. يعني بالنسبه لي الاداه الموف مش شايفاها، فمش قادر اتحركها. فمعنى تاني لو احنا لللايرز هلاقي ان هي بص اهي عليها قفل. طيب عايز احركها ازاي؟ من اللايرز اشيل قفل. طب اللايرز مش ظاهره عندي، ادوس اف 7 الاقيها ظهرت لي. او الشورت كات زي ما احنا متعودين، زي ما انا بحب اشتغل، كنترول الت و 2. يبقى كنترول و 2 بتقفل، كنترول الت 2 بتشيل الاف. طب خلينا نطبق كده حاجه مثلا كده، نقفل دي كنترول والت. خلينا نزوم. بزوم ازاي؟ بجيب آلة الزوم اللي هي دي، بدوس على حرف الزد في الكيبورد وابتدي اعمل كده. يمكن مثلا خلينا نجيب البين تول. مثلا خلينا مثلا الاول نقفل دي، نجيب البين تول. مثلا خلينا نرسم مثلا الخوذه دي مثلا، وليكن كده مثلا. انا عايزها ستروك مش عايزها تبقى فيل، شيفت تو اكس. دي مثلا ايه، اعمل كده. عايز اقفل بقى، عايز اخليها ترسم بشكل تاني، مش عايزها تبقى نازله تحت، فباجي هنا اروح اعمل كده واروح اعمل كده مثلا. نرسم ده كده، بمشي على دايره بالظبط. شايفين؟ بس انا اعمل كده اهو خلاص. بقى عندي الجزء ده اهو اللي هو الخوذه بالنضاره. ممكن بقى كده احوله لشيب. تمام. تمام. كنترول زد نديليت بقى الجزء ده، ونديليت البتاعه دي، مش عايزينها خالص الصوره دي. وخلينا نرجع نرسم مستطيل تاني. طيب شايفين المستطيل؟ احنا شرحنا بقى الاجزاء اللي هي النقط دي. طب في دوائر هنا، الدوائر دي بتعمل ايه؟ خلينا نيجي نجرب مع بعضينا الدوائر دي بتعمل ايه. مبدئيا عشان اقدر اتحكم في الدوائر دي، انا بروح مثلا اقف على الدايره من دول واروح اعمل كده. شايفين؟ معنى كده ان الدوائر دي بتخلي لي الاجزاء دي مش حاده، تخليها ناعمه كده. طب لو انا عايز اخلي بس زاويه واحده من دول هي الدوائر، هي الدايره، والباقي كله ملوش دايره، تفتكروا نعملها ازاي؟ احنا شرحناها في الاول خالص لما قلنا في اداه بتتحكم في الانكر بوينت واحد بس بالظبط، هي الدايركت سelection. اروح اجيب الدايركت سelection واروح اعمل كده، واروح واقف على النقطه دي، فلقيت دايركت شال لي كل الدوائر اللي هنا وساب لي بس الدايره دي، فانا اروح اعمل كده. بقى اهو في جزء دايره اهو. طيب خلينا نرجع كده، كنترول زد كنترول زد كنترول زد. شايفين هنا اصلا، خلينا مثلا ايه نيجي هنا نزوم. شايفين الجزء ده؟ لو انا عايز اخليه دايري، مش عايز اخليه يبقى فيه قطع حاده كده، بكل بساطه هجيب الدايركت سelection تول واقف على الشيب بتاعي، واروح واقف على الانكر بوينت دي واعمل له كده بس، بقى شكلها ناعم اهو. نفس الفكره هنا، هجيب الدايركت سelection تول واروح واقف على الانكر بوينت دي واروح اعمل له كده كنترول زيرو. بس يا سيدي
ادي الستريتور. بالنسبه لي اعتقد ان التولز دي هتكون كفيله انك انت تقدر تخش تشوف كورس البراند وانت مستريح. وحتى لو في تول مثلا انا كنت شرحتها في الكورس وانا شغال هتلاقي ان التطبيق بتاعها سهل، بس انت على الاقل فهمت الاساسيات بتاعه البرنامج، فهمت بنشتغل ازاي. عشان مثلا لو انا جيت قلت حاجه انت مش فاهمها بترجع تشوفها، او تبقى انت على الاقل فاهم التولز. عرفت ازاي بتفتح ارتبورد جديد، عرفت ازاي بتحرك الاشكال، عرفت ازاي بتتحكم في نقطه واحده في البرنامج، عرفت ازاي بتاخد الكالرز، عرفت ازاي ترسم دايره، بترسم مستطيل، عرفت ازاي بتحول التكست لاوتلاين، عرفت ازاي بتستخدم الشيب بيلدر تول، والشيب بيلدر تول مهمه جدا جدا جدا. عرفت ازاي بترسم ستروك والفيل، عرفت ازاي تستخدم البين تول. البين تول حاول تطبق عليها حاجات كتير جدا، وزي ما قلت في الفيديو المهم جدا انك انت تطبق. يعني انت هتشوف من غير ما تطبق مش هتستفاد اي حاجه. فلازم تطبق معانا الفيديو، يعني تشوف الفيديو مثلا مره تفهم التولز او تفهم تاخد فكره عامه عن الفيديو، وبعد كده تبدا تشغل الفيديو وتطبق، تشغل الفيديو وتطبق. خلينا نرجع كده ايه نرسم الجزء اللي احنا كنا رسمناه بتاع اللوجو تاني كتطبيق كده سريع. نجيب دي ونخلي دي فيل ونشيل ستروك دايره، ونروح عاملين كده كوبي الت ودراج، ونروح عاملين كده تمام. دايره تاني الت ودراج، اتنين مع بعضيهم الت وشيفت ودراج، اتنين مع بعضيهم كده واربعه. شيب بيلدر تول شيفت وام، وابتدي اروح اعمل كده اصغر دي الت ودراج واصغر دي، واخد منها نسخه تاني الت ودراج واصغرها كده، واروح جايب الاتنين دول، او اجيب مثلا الجزء الهلال ده احطه كده، واروح عامل دول كده اصغرهم مع بعضيهم، ونجيب بقى التكست بتاعنا ونكتب مون لايت كده، نكبرها كده شويه، ندينا سبيس هنا، ونروح عاملين كده مثلا ممكن كده، وممكن نصغر الجزء ده شويه، نصغر النجوم دي شويه، ممكن نبعترها شويه. حلوه نبعترها دي، ولكن كده مثلا احدد الاثنين مع بعضيهم كنترول و جي، والكلمه اصلا كده كده هي مع بعضيها، واروح اعمل الاثنين مع بعضيهم واعمل لهم align vertical او horizontal سوري كده. يكون كده مثلا انا بحدد الاثنين مع بعضيهم وبصغر سواء من الزاويه دي او من الزاويه دي. طب يا عم كده خلاص خلصنا اللوجو، وانا خلاص شغل عايز احفظ شغلي. بحفظ شغلي ازاي؟ بكل بساطه بتروح لفايل وبتعمل سيف، فبيفتح لك الجزء ده. شوف انت ساعه تحفظه في اي مكان، خلاص نحفظ في الديسكتوب، ونسمي الفايل ده تيست. واجي اقول له اوكي. طب انا عايز احفظ صوره بقى عشان ابعتها للكلاينت. خلينا مثلا الاول نشوف الملف اللي احنا حفظناه. بروح لهنا واشوف الديسكتوب، بلاقي عندي اللوجو بتاعي اهو التيست، زي ما انتم شايفين البريفيو بتاعه اهو. خلينا نرجع تاني للإلستريتور. عايز بقى احفظ صوره، يا اما بروح لفايل بقول له اكسبورت، اكسبورت از، بختار صوره تمام. بس انا بختار صوره خلي بالي ان انا اقول له يوز ارت بورد تمام، واقول له سيف او اقول له اكسبورت. هنا بخلي الارت ده ار جي بي، بخلي هنا ده بيز لاين الريزوليوشن 300 عشان تطلع بكواليتي عاليه، والكواليتي طبعا هتكون ماكسيمم. اقول له اوكي. نيجي تاني للديسكتوب، فلاقي الصوره بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين. او ان انا دايما انا بحب استخدم الاختصارات، انا ادوس كنترول شيفت الت اس، هو شورت كات كبير بس هيريحك كتير. كنترول الت شيفت اس، الشورت كات ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل سيف اهو جي بي جي او بي ان جي زي ما انت عايز، وبيريحك ان هو بيحفظ للويب. يعني انت لا هتقول هم الريزوليوشن، ولا هتقول هم البول بتاعك ار جي بي ولا سي ام واي كي ولا اي حاجه. انت بتقول له يا عم الحاج يا عم الالستريتور والله انا عايز احفظ الصوره دي عشان ابعتها عن طريق الويب او ارفعها على الويب. فبقول لك بس يا عم الحاج بس سيب لي انا الطلعه دي، وروح مظبط لك كل بقى السيتس بتاعتك، كل الكالرز بتاعتك، كل الريزوليوشن بتاعتك وبس. فخلاص كنترول الت شيفت اس، وبعد كده بقول له سيف، بختار المكان اللي بحفظ فيه. خلينا مثلا نسميه تيست زي ما احنا مسمين، نقول له سيف
ادي عندي تيست اهو، زي ما انتم شايفين. حتى لو تلاحظوا فتح اسرع من الصوره دي احنا كنا عاملينها في الاول اهي. نرجع تاني للاستريتور. خلاص كده انا خلاص عرفت ازاي احفظ الملف بتاعي، ازاي احفظه كصوره، وازاي ابعته للكلاينت لو انا عايز ابعت حاجه للكلاينت. لحد هنا كفايه، مش عايز اطول لكم اكتر عن كده عشان بس ما تزهقوش من البرنامج او تقفلوا منه. اتمنى يكون الفيديو فاتكم، يعني لو انت الفيديو فادك فانا كده خلاص مش عايز حاجه تاني. اتمنى انك انت تكون طلعت بمعلومه من الفيديو ده كله. لو عندك اي استفسار او اي سؤال سيبه لي في الكومنت وانا هجاوبك عليه ان شاء الله. ولو انت وصلت لحد هنا برافو ليك بصراحه، عاش جدا ان انت كملت الفيديو للاخر وانت قدرت تستوعب، ما زهقتش ومشيت بسرعه من زي ما الناس بتعمل، فعاش جدا ممتاز. اشوفك بقى في كورس البراندنج. فلحد هنا يكون خلاص الفيديو خلص، نقدر نقفل الارت بورد بتاعنا. بس يا سيدي لحد هنا نقدر نقفل الارت بورد بتاعنا، وتنزل تعمل لنا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعل زر الجرس عشان لما ننزل باقي الكورس بتاع الاستوديو يوصل لك. واشوفك بقى في كورس البراندنج. كان معاكم زوز في حفظ الله.